السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أصدقائي المشاهدين متابعين قناة كورتنا، أهلا وسهلا بكم. لا صوت يعلو فوق صوت السوبر الإفريقي ومباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك أو نادي الزمالك أو النادي الأهلي. هنناقش ونحلل ونتكلم في كل حاجة حصلت امبارح. مباراة قوية جدا، مباراة هامة في تاريخ الفريقين حتى في العصر الحديث. هنحاول ان احنا نوصل لكم كل معلومة وكل جديد وايه اللي حصل امبارح في الماتش. انتظروني بعد الفاصل. اهلا بيكم. لا صوت يعلو فوق صوت السوبر الافريقي. امبارح حصل بوم. نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي واستحق الفوز بجدارة في السوبر الافريقي. مفيش اتنين في مصر في الاسبوع اللي فات، بلاش الاسبوع اللي فات، من ساعة ما الاهلي خد دوري ابطال افريقيا. حتى الزملكاويه منهم كانوا بيتكلموا ان النادي الاهلي هو اللي هياخد السوبر الافريقي. طبعا كل الضجه اللي اتعملت دي اكيد اللعيب، ما هو في الاول في الاخر اللعيب بشر، اللعيب بيوصل له الكلام، بيوصل له السوشيال ميديا ما خلتش يعني. فكل ده خلى لعيبه النادي الاهلي نازله متكبره، مش حاسه بقيمه الماتش. انا اول مره اشوف لعيبه النادي الاهلي بالشكل ده. خلينا بس قبل لما نخش في التفاصيل لازم تحيه كبيره جدا لعيبه نادي الزمالك. الف مبروك لجماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك. الناس دي ما بخلتش على نفسها بنقطه عرق واحده. الصراحه مفيش لعيب في نادي الزمالك تقدر تقول ان اللعيب ده ما قداش امبارح. حتى اللعيب الجديد اللي اسمه بنتاج الباك الشمال، كله كان بيتكلم ان لا، ما هو مش هيبدا ببنتاج، ده عمر ما هيحطه في ماتش مهم بالشكل ده وماتش قوي بالشكل ده. هينزل عمر جابر زي ما هو ويخلي يعني هيخلي عمر جابر باك شمال عشان الماتش ده ما يستحملش تجارب وافكار جديده. بالعكس ده اللعيب امبارح كان عنده حماس وعنده روح قتاليه عاليه وكان شايل هم الفرقه وشايل هم الماتش. الف مبروك لجماهير نادي الزمالك والنادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. عملتوا كل حاجه يستحق نادي الزمالك الفوز بالمباراه امبارح عن جدارة. النادي الاهلي ما جاش. وخلينا برضه عشان ما نقولش النادي الاهلي ما جاش يبقى انا كده بخسف في حق نادي الزمالك ان هو ملاعب. لا خالص. طريقه لعب واداء نجوم نادي الزمالك هي اللي خلت ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي تظهر بالشكل ده، ان يخليني اقدر ان انا اطلع بفم المليانه اقول ان النادي الاهلي ما جاش امبارح. حرفيا النادي الاهلي ما جاش امبارح. مفيش لعيب في مستواه. الف مبروك لنادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك. استحقتوا الفوز. انا اهلاوي وكل الناس عارفه كده. انا وانا بتفرج على الماتش امبارح، لا، من اول المباراه وانا بقول نادي الزمالك راكب الماتش. الاهلي ما مسكش كوره، الاهلي ما كانش عارف يطلع بالكوره من تحت. نادي الزمالك كان بيضغط عالي. يعني كان في شغل فني وشغل تكتيكي على الارض من نادي الزمالك احسن من الاهلي. يعني نادي الزمالك كان محضر بدني ومحضر فني ومحضر حاجات كتير جدا، محضر ذهني. كل ده نادي الزمالك اشتغل عليه كويس جدا 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 جدا.
عشان يظهر بالشكل المفاجئ، او بلاش كلمة مفاجئ عشان الناس ما تزعلش مني. نادي الزمالك نادي كبير، بس في الفترة الأخيرة كان عليه علامة استفهام على أدائه، بالذات في الماتش بتاع أفريقيا، الماتشين الذهاب والعودة في الكونفدرالية كان في علامة استفهام. فكل الناس كانت وأولهم نجوم نادي الزمالك اللي كلنا متابعينهم على السوشيال ميديا بيتكلموا ان لا، ان النادي الاهلي واقف على رجله، النادي الاهلي مدعم صفقات كويسه، النادي الاهلي لعيبته حتى يعني لعيبه تقيله. انما تيجي تدور في الاول وفي الاخر، هو مطوشه القمه ما بتتحسبش كده. مطوشه القمه ما بتتحسبش كده. الماتش القمه ده عايز رجاله، عايز ناس نازله عارفه تعمل ايه. انت ممكن ما تكونش في يومك، بس على الاقل بتجري، على الاقل بتتعب، على الكلام ده شفناه بس من لعيبه نادي الزمالك من بدايه حراسه المرمى لغايه سيف الدين الجزيري. كان يعني بيحصل ضغط، وضغط جماعي مش ضغط عشوائي. نادي الزمالك انا شخصيا انا اول مره اشوفه بيضغط الضغط ده. نادي الزمالك ما كانش بيضغط كده. 90 دقيقه نادي الزمالك ضغط متقدم، تمام، مخلي النادي الاهلي مش عارف يطلع بالكوره، ودي علامه استفهام كبيره جدا. ازاي انا مش عارف اطلع بالكوره؟ معقوله غياب محمد عبد المنعم، معقوله غياب محمد عبد المنعم ورحيله عن النادي الاهلي يخلينا مش عارفين نطلع بالكوره بالشكل ده؟ طب هل اشرف داير اللي انت جايبه هو ده البديل لمحمد عبد المنعم؟ احصائيات اشرف داير اصلا لو رجعت للاحصائيات بتاعت اشرف داير على مدار تاريخ لعبه في المنتخب او في اي نادي هو لعب فيه، هو اقل نسبه عنده في امكانياته الطلوع بالكوره. فانت كده هيبقى عندك مشكله في الطلوع بالكوره. محمد عبد المنعم الوحيد اللي كان بيطلعك بالكوره صح. رامي ربيعه مش قد كده، وبان جدا امبارح. احنا ممكن ماتشين افريقيا عكسوا معانا الايه. احنا ما كناش بنلاعب الفرقه التوب، فتلاتة هناك، 3 ذهاب 3 عوده، تمام، فالدنيا ماشيه. فانت مش حاسس بغياب محمد عبد المنعم، يعني حسيت ان لا مفيش مشكله عادي، رامي ربيعه سادد، ياسر سادد، ما عندناش مشكله. لا، اما جيت لعبت فريق بيضغط عليك من قدام ظهر عندك مشكله طلوع بالكوره. انت الاهلي ما طلعش بالكوره امبارح خالص. مفيش مره اللعيبه سلمت كوره وطلعت بيها بهجمه من تحت. ده في كوره رامي ربيعه خدها وحب يجري يقطع ما بين الخطوط، ساب الكوره في نص الملعب، يعني يا ريته اتقطعت منه. ده اتكعبلت تحت رجله، تمام، واتعكست علينا احنا هجمه، عكست على النادي الاهلي هجمه. فاحنا عندنا مشكله كبيره جدا. واشرف داري ما عندوش الامكانيه بتاعه طلوع بالكوره زي محمد عبد المنعم في الاحصائيات ما بينهم هما الاثنين. محمد عبد المنعم متفوق عليه جامد جدا في الطلوع بالكوره. ده ما يخليناش ننسى حق نادي الزمالك. انا هفضل كل شويه اقول الكلام ده. نادي الزمالك امبارح قدم مباراه قويه جدا، خلى النادي الاهلي شكله وحش، خلى النادي الاهلي مش عارف يطلع. عشان بس كلامي ما تفهمش غلط، يعني ما هتقولي يعني هو وجود محمد عبد المنعم كان هيخلي النادي الاهلي يبقى شكله كويس امبارح، مش هقول لك كده، بس على الاقل كنت هتعرف تمسك كوره. انت عندك كذا اسم في النادي الاهلي دلوقتي بقالهم كذا ماتش مش مبينين لك اي حاجه، كذا ماتش وعلى مدار ماتشة كتير، مش هقول لك ماتشين 3. اولهم امام عاشور عليه علامه استفهام كبيره جدا. امام عاشور لازم يتقرص ودنه. الناس كلها بتتكلم في كده ما عدا كولر مصمم على شيء غريب،
ماسك فيه بايديه واسنانه، وده غلط. ده غلط. امام عاشور مش فاضي الا للسشوار والصبغه اللي كل شويه يعملها لنا. خلينا نكون صراحه. واللي بقى يقلده حسين باشا، تمام؟ يعني اللي بقى يقلده حسين باشا. امام عاشور صفر كوره، صفر. من قبل نهايه الموسم اللي فات، من قبل نهايه الموسم اللي فات، سواء من بعد ماتش بيراميدز اللي هو يعني الماتشين بتوع بيراميدز كان كويس فيهم، من بعدها امام عاشور صفر. امام عاشور صفر. هو مش فاضي. هو النهارده في فرح، بكره في كاتب كتاب، بعده في حنه، بعده بيروح يعمل افتتاح، بيحضر افتتاحات مطاعم تامر حسني مش فاضي. هو مش فاضي، ويتخانق مع الصحفيين ويتخانق مع الناس اللي بتصور. امام عاشور لازم يتقرص ودنه ويقعد. اللي بيحصل في النادي الاهلي من امام عاشور ده ما يصحش، والنادي الاهلي ما بيسكتش على حاجات زي كده. وامام عاشور بدا يجر لعيبه كتير معاه. اما اللعيبه هتلاقي ان واحد بيعمل المواقف دي، هو قوه النادي الاهلي في ايه؟ هو محدش ماسك خرزانه، هو محدش بيضرب على الايد. هي القوه كلها ان انت تاخد قرار صح في وقت صح، وقرار قوي، وما بيهمكش اسم اللعيب. هو ده اللي مخليك ان انت واقف على الارض صلبه. انما امام عاشور شايف ان محدش بيساله انت رايح فين ولا جاي منين، ولا في غرامات، ولا في. احنا كل يومين ثلاثه كل ما افتح الاقي امام عاشور في افتتاح حاجه، في فرح حاجه. النادي الاهلي عمره ما كان كده. النادي الاهلي عمره ما كان كده. فين الالتزام؟ فين الانضباط؟ اللعيب هنقعد كل شويه نقول جيل ابو تريكه وجيل، يعني انا نفسي نعدي المرحله دي. الناس دي كانت من البيت للتمرين ومن التمرين للبيت. الناس دي ما شافتش الشارع الا بعد ما خلصت لعب في النادي الاهلي. يعني ما يصحش يعني الكلام ده. مجلس الاداره ساكت ليه؟ المدير الفني مش عارف ياخد قرار. اجيبه افهمه اعرفه الاهلي ماشي ازاي. مدير الكوره اللي كولر مصمم ان هو مش عايزه في النادي الاهلي، تمام؟ ازاي يعني مدير الكوره ده من اول صلاحياته ان هو يشوف اللعيبه دي. احنا مصر ما ينفعهاش الا لازم اللعيب المصري، البني ادم المصري عامه، سيبك من اللعيب المصري، البني ادم المصري عامه بيبقى عايز كده، عايز تبقى عينك عليه، عايز العصايه. لازم. ما ينفعش تسيب له السايب في السايب زي اوروبا. يعني يقول لك انا عايز مدير نشاط رياضي، انا مش عايز مدير كوره. لا، ما فيش منه الكلام ده. اللعيب لازم يبقى فيه عين عليه، هو عارف ان فيه عين عليه، في اذن، لازم يستأذن. لازم احنا رايحين فرح فلان، بتبقى اللعيبه كلها، وبيبقى لعيب مثلا زي فرح مروان عطيه، ما عنديش مشكله، بتبقى اللعيبه كلها رايحه معاهم مدير الكوره. انما ده كل يومين افتح الاقيه هنا، افتح الاقيه هنا، افتح الاقيه بيتخانق، وبسم الله ما شاء الله يجيب لي امه لا اله الا الله وبيتخانق. ايه ده؟ ايه ده؟ فين النادي الاهلي؟ اللي حصل امبارح ده قرصة ودن لينا كلنا. انت عندك لعيب زي قفشه. قفشه كان في يوم من الايام كان الناس كلها بتنتقده، تمام؟ عدل من نفسه وعدل من طريقه لعبه وبقى فت وبقى جامد. لازم اديله. انا شايف ان امام عاشور من اول ايه، من اول لمستين ثلاثه، من اول الكره اللي حب يعملها بالكعب ويتفزلك فيها من بدايه الماتش امبارح، تمام؟ ده كان لازم يتسحب، لازم يتسحب. ده مش ماتش يتعمل فيه كده. ده مش ماتش يتعمل فيه كده. التعالي والغرور وان انا مفيش الا انا ومش هبدل ومش هقعد الكلام ده لازم يحس بيه، لازم يفوق، لازم يفوق. اللي حصل امبارح، حسين الشحات صفر، امام عاشور صفر. يعني اكرم توفيق امبارح كان عليه علامه استفهام كبيره جدا. اكرم توفيق مش ده مستواه. فانت عندك اتنين نص الملعب طين. هو كان مروان اللي بيعافى، والراجل طينها وقام مطلع مروان وساب امام وساب اكرم.
يعني انا قاعد بتفرج وانا شايف اسمه ايه ده، كوكا هينزل، قلت هيطلع هيشد اكرم ويخلي مروان وينزل قفشه مع كوكا، قام شادد مروان وسايب لنا اكرم اللي بيزك. طب انت تعبان، ما عندناش مشكله، على عيني وعلى راسي، وباين عليك ان انت مجهد، ومن اول الماتش انت مش موجود وماسكين علينا كوره. عبد الله السعيد، مع احترامي الكامل لعبد الله السعيد، 39 سنه، 39 سنه واقف على رجله، ولاعيبه نص الملعب عندنا مش عارفه تاخد منه كوره. ازاي لعيبه نص الملعب عندنا مش عارفه تاخد من عبد الله السعيد كوره؟ يعني اقول ايه بس، 3 نص ملعب عندنا، دونجا اللي بيلعبهم مع عبد الله السعيد يعتبر مش هياخد بدني مش هيغطي النص الملعب كله. كان في حاجه غلط امبارح في نص الملعب عندنا، كان في حاجه غلط في الدفاع عندنا. حاجه النادي الاهلي امبارح، وبرضه عشان ارجع وهفضل اقولها، مش معنى كده ان نادي الزمالك وحش. نادي الزمالك هو اكبر لعيبه النادي الاهلي ان هي تظهر بالشكل ده. وفي سبب، ده في سبب مهم جدا، مهم جدا. لعيبه النادي الاهلي القدامى منتهى قله الذوق، منتهى عدم المسؤوليه، تمام. مع انك كلاعب نادي اهلي عارف مطوشه الزمالك بتبقى عامله ازاي، ما ينفعش. الله اكبر، الله اعظم، الله اكبر والعظمه لله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول 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 الله. لا حول ولا قوه الا بالله. نرجع نكمل كلامنا. لعيبه النادي الاهلي القدامى اللي بهدلونا، انا مش عايز اقول هم دول سبب الوكسه اللي احنا فيها امبارح. ايه ليه بتتكلم بالشكل ده؟ ليه بتتكلم بالشكل ده؟ ليه ان لعيبه النادي الزمالك لا ما تروحش احسن؟ ليه بتتهكم على، ليه ده نجوم برضه؟ ليه ما بتقولش الامانه؟ ليه عايز الترند دايما؟ ليه عايز ان انت تبقى متشاف؟ ليه مش هو ده، مش هو ده. النادي الزمالك عنده لعيبه ولاعيبه محترمه، ومعلش حتى لو انا هلاعب، يعني انا يعني نادي الزمالك انا ما اقدرش اشبهه بنادي صغير، بس حتى لو انا هلاعب نادي صغير ما ينفعش اطلع اقول لا اللعيبه دي ما تروحش اصل انت هتلاعب احسن نادي في مش عارف ايه. لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. هو احسن نادي في العالم
لو منزلش ولعب بجدية اقل نادي هيهزمه وهيخلي شكله وحش. هو انت اما بتيجي مثلا تتكلم، اما بنروح احنا نلعب ريال مدريد في كاس العالم، ولا لسه هنلعب مانشستر، لو لعبناهم يعني مانشستر سيتي، الناس دي لو فكرت زي ما انت بتقول ان لا لعيبه النادي الاهلي دي ما تجيش، وجم لعبوك باللهجه دي، انت هتكسبها، انت كنادي اهلي هتكسبها. انما الفكره مش كده، الفكره ان هم بيجوا ممكن بيدوك مساحه للعب في الاول، ممكن بينزلوا هم ممكن بسنه تناكا اللعيب الاوروبي بقى ماشي، ممكن اما بيلاقي منك انت جري ولعب وقرص على الكوره، هو اخر بيفوق وبيشيلك. تمام. فمش معنى كده ان انا اطلع اقول لا ده نادي الزمالك ده نادي، لا ده اللعيبه دي ما تجيش، لا ده النادي الاهلي نادي الزمالك ما دعمش، ده لعيب الصفقات دي كسر، ده جايب لاعب بولندي، ده مش عارف ده نايم، جايب لاعب اغاني، لا ده واقف، لا عيب. الفيديوهات بتاعت لعيبه النادي الاهلي القدامى دي اتاخدت واتحطت في اوضه لبس نادي الزمالك. تخيل انت اصلا كانسان طبيعي لما حد يجيب لك فيديو يقول لك ده فلان بيغلط فيك، وهو مش شغال لك الفيديو دايم قدامك، تمام، بيغلط فيك كأن انت مالكش لازمه في الشغل، كأن انت تعبان، فاهم؟ فانت بالتالي هتاكل في نفسك، هتنزل هتروح الشغل ده هتثبت اقصى ما عندك عشان توري له لا ان انا احسن منك وكلامك ده غلط. هو ده اللي حصل. خدوا فيديوهات النادي الاهلي، خدوا فيديوهات لعيبه النادي الاهلي القدامى، تمام، اللي عايز يركب ترند وخلاص، وفي الاخر يطلع يقول لك لا والله انا ما كانش قصدي والله. طب انت بتتكلم ليه وانت صغير؟ هو انت حد بيمليك عشان تقول كلام زي كده؟ يعني انت صغير عشان تقول انا مش قصدي؟ لا، كل واحد عارف هو بيقول ايه، كل واحد عارف ان هو عايز يركب الترند وعايز يظهر له شويه عشان يطلع من القناه دي يروح للقناه دي ويقفش. هي ماشيه كده. واللي بيتحرق دمنا احنا، هما بيخلص يقفش منها الشيك الجميل، يقوم طالع على النهار يقول نفس الكلمتين، يجيبوه تالت يوم في مش عارف ايه عشان يعتذر، وكل ده بالشيكات والدنيا ماشيه. انما اللي بيتحرق دمنا احنا، الناس دي في الاول وفي الاخر هو تمامهم الجنيه، احنا اللي بيتحرق دمنا. تمام. فخدوا الفيديوهات دي حطوها في اوضه لبس نادي الزمالك، ماشي، بقالهم اسبوع الناس دي بتغلي، فنزلوا الماتش عملوا مننا سندوتشات جبنه. مفيش كوره تانية احنا خدناها، مفيش باص صح، مفيش طلوع بالكوره من ورا، ده اللي انت اصلا بتلعب عليه. كولر كان تايه امبارح، كولر ما كانش ليه 30 لازمه امبارح، تغييراته زفت. كان المفروض يشد امام من بدري، كان المفروض يقرص ودن حسين الشحات، يجيبوه ويكلموه. حسين الشحات ما عملش بشيل، سيبك من الشوطين اللي شاطهم دول، حسين الشحات ما عملش بشيل. ده في كوره بتاعته والار 2 الناحيه الثانيه، انا كنت قاعد بتفرج انا وحمايه، راجل تقيل يعني في كره القدم يعني، تمام، وكان بيدرب فرق وبتاع. في كوره بتاعت حسين الشحات دي بتاعته الار 2 دي، رقص وقطم، المفروض يحطها هناك جون، ما عملهاش، بيحطها لي في زاويه الجون. فلا، امبارح كان النادي الاهلي ما حدش جه. الشناوي الجون بتاع ناصر المنسي ده الكوره في ايده، ايه يا شناوي، فين اللياقه البدنيه بتاعتك، وفين الاسترتشات، وفين الشغل؟ الكوره في ايدك يا باشا، معديه من تحت ايدك، ازاي يعني يا جدعان؟ ومش قويه يعني يا جماعه. احنا امبارح اتعمل بينا الجلاشه، البوم امبارح اتعملت فينا احنا، البوم، هي دي البوم بمعنى الكلمه. النادي الاهلي نادي الزمالك امبارح يستحق الفوز عن جدارة. نادي الزمالك لعب مباراة قوية جدا 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 جدا،
مفيش كرة تانية كانت بتاعتنا، الكرة التانية كانت بتاعت نادي الزمالك. مفيش لعيب في نادي الزمالك قصر، عشان ما يتاخدش كلامي بالمعنى ان احنا لو الاهلي كان حلو كان الزمالك كان هيبقى وحش. نادي الزمالك وطريقه لعب نادي الزمالك هي اللي خلت النادي الاهلي وحش. النادي الاهلي لازم نعترف كان وحش امبارح. انا بعتذر عن الدوشه اللي جنبينا دي، بس يعني هنعمل ايه؟ لازم اطلع معاكم واتكلم هنروح فين يعني. المهم اللي حصل امبارح لازم يكون ليه وقفه بخصوص مجلس اداره النادي الاهلي. وكان في حاجه تانية، الاحتفال بتاع الدرع الدوري اللي استلمناه في ماتش جورماهيا ده ما كانش ينفع يحصل دلوقتي، كان لازم يتأجل بعد ماتش السوبر. اللعيبه احتفلت وكل واحد قعد يهيص ويرقص ويقول لك لا احنا هنقفل دلوقتي عشان نركز في السوبر. لا يا باشا، ده ما كانش وقته، ده ما كانش وقته. انا ما اعرفش ليه انت ما سلمتوش من زمان. هتقول لي اصل درع الدوري كانوا هم عايزين يجيبوا درع دوري جديد. دي مش قصتي. عدي ماتش السوبر، عدي ماتش السوبر، عدي ماتش السوبر الافريقي، وبعد كده يحلها الحلال، يحلها الحلال بعد كده. انما انا احط نفس الحطه دي، احط نفس الحطه دي؟ لا لا. مفيش لعيب امبارح في النادي الاهلي طلع بصه صح. ليه؟ ليه؟ اللعيبه كانت تقرر بتخبط على الجيران، ضغط عالي ضغط عالي ضغط عالي. امال احنا المفروض احنا متمرسين، احنا اللي بنعمل الكلام ده يعني. احنا متمرسين وفاهمين الضغط. احنا بنروح نلعب الوداد في الوداد بيشدوا حيلهم علينا يعني. ما بيحصلش فينا كده. بتمسك كوره وتتقل عليها وبتطلع بيها وتمتص الحماس ده كله. ما كانش في منه الكلام ده، ما كانش في منه الكلام ده خالص امبارح. الف 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 مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. عملوا كل حاجه امبارح، عملوا كل حاجه في الكوره، عملوا كل حاجه في الكوره، عملوا كل حاجه في الكوره. خدوا التريقه بتاعت جماهير نادي الاهلي ولاعيبه نادي الاهلي القدامى، خدوها حافز كبير جدا، خدوها حافز كبير جدا. وثبتوا يعني. انت عارف ممكن الزمالك بكره لو لعب في الدوري ممكن يخسر، انما هو جه عمل معاك انت اللي انت بتقوله عليه. يعني انت بتقول دي لعيبه تعبانه، دي لعيبه كسر، دي لعيبه مش عارف ايه. يا جماعه يعني يا ريت نعدي المراحل دي. احنا كده هنفضل طول حياتنا ورا. لا يعني لازم نحترم بعضينا شويه، لازم نحترم بعضينا شويه. احنا كده احنا مش هنتقدم، احنا كده هنفضل طول حياتنا. ده وخلي بالك كلام الجماهير وكلام السوشيال ميديا بتأثر كتير جدا على اللعيبه، يا بس الايجاب يا بالسلب. يعني لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك نازله امبارح لابسه الجرافطه، بتلعب بالشوكه والسكينه، لابسه الجرافطه. ايه ده؟ ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ ليه؟ من امتى بنلعب بالشكل ده؟ من امتى؟ من قيمه يومين كان الفنان نبيل الحلفاوي الاهلاوي الكبير كان منزل رساله لامام عاشور، فيما معناه يعني ان زي ما بقول لك ان انت بتلعب بالشوكه والسكينه يا امام، انت بتلعب بالشوكه والسكينه ونسيت الكوره. امام في نادي الزمالك كان اقوى من كده 100 مره. امام في نادي الزمالك كان اقوى من كده 100 مره، كان بيقطع الملعب من اوله لاخره. امام دلوقتي بيلعب في 30 40 متر. امام ما بتبقى الكوره اللعيب ماشي من جنبه وبيتمشى، بيتمشى. امام في الزمالك كان بيلعب اقوى من كده 100 مره. بيتعالى على الكوره عندنا وبقى شايف ان هو نجم وبقى شايف ان هو رقم واحد. لازم ياخد على قفاه، لازم ياخد على دماغه. الوضعيه دي هيجر لعيبه كتير، وبدا يجر لعيبه لشغل الفلفله وشغل الصبغه الصفراء اللي حاطينها لي دي. ده احنا بسم الله ما شاء الله علينا، ده احنا رايحين في سكه جميله، رايحين في سكه جميله. ألف 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 مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك الرجالة اللي عملوا كل حاجة امبارح. هفضل أقولها، الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي مكسب كبير جدا 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 للاعيبة نادي الزمالك، وهيبنوا عليه كتير قوي قوي.
هيبنوا عليه كتير قوي، واعتقد ان هم هيبنوا عليه كتير قوي، وهيبنوا فرقة على المكسب ده كتير قوي، ودافع معنوي ونفسي كبير جدا للعيبة نادي الزمالك. والله يعني هو الواحد بيضحك مش لحاجة، الواحد كان مستني، يعني انا ما عنديش مشكلة ان الاهلي يخسر، انا كاهلاوي ما عنديش مشكلة، بس الاقي اللعيبة عملت اللي عليها. انا ما شفتش لعيبة، حتى محمد الشناوي في ضربات الجزاء مش هين عليه يفرد ايده سنتي، مش هين عليه يفرد جسمه سنتي يعني. يا عم خلينا نقول ضربات الجزاء يعني ايه، بتبقى ماشي حظ وبتاع، ما فيش مشكله يعني. وسام اللي جاب جون اللي هو ضربه جزاء برضه في قلب المباراه، تمام، بيجيب العارضه في اخر ما فيش مشكله، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله. بس انا مش مشكلتي في اللي حصل في ضربات الجزاء. يعني احنا ما عملناش حاجه في الماتش اصلا، لعيبه الاهلي يعني الكلام اللي اتقال على لعيبه الزمالك قبل المباراه احنا اللي عملناه في المباراه. لعيبه النادي الاهلي ان هي فعلا هي اللي ما جاتش، هي لعيبه الاهلي اللي ما جاتش، تمام. ف مبروك 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 جدا يعني، من كل قلبي والله لعيبه نادي الزمالك، عشان هم يستحقوا المكسب ده، وهيفوقهم الموسم ده وهيخليهم في حته تانية. استناكم ان شاء الله، او استنوني ان شاء الله مستني دعمكم. تنسوش اللايك، تنسوش الشير، تنسوش سبسكرايب. لو انت مش متابع ليا ارجو ان انت تتابعني، هيوصل لك كل جديد من ناحيتي وهيعجبك المحتوى، وارجو ان هو يعجبكم المحتوى اللي بنقدمه. دعمكم ليا هو اللي هيخلينا ان احنا نحسن المحتوى اللي احنا بنقدمه، وان شاء الله يعجبكم، وانتظروا مني كل جديد بعد كل لقاء.